السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال اللي احنا بنسأله يا جماعة، هو أنا ينفع أن أنا أزيد عن صلاة الضحى أو كم عدد ركعات الضحى؟ ورد في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. يا أخي الكريم، أنت حالا قاعد من مثلا طلعت على المعاش، ما وراكش أساسا حاجة، قاعد في الشغل فاضي، ليه ما بتاخدش صلاة الضحى ركعتين ركعتين؟ إنك لن تسجد لله سجدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان مولاه: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعت بها درجة وحط بها عنك خطيئة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت عاوز تصلي ماشي، ممكن من بعد وقت ارتفاع الشمس، يعني شوف الشمس بتشرق الساعة كام؟ بعد شروق الشمس ب10 دقايق ابدأ صلي الضحى. قمت من النوم الساعة 9، قمت من الساعة 8 ونص، قمت من النوم الساعة 10، ابدأ صلي لحد قبيل الظهر ب10 دقايق. أنا هقدر أصلي وأنا واقف؟ لا، عادي، صلي ساعة وأنت قاعد، ساعة وأنت واقف، صلي ركعتين وأنت واقف، صلي أكتر الصلاة وأنت قاعد، صلي بعد الصلاة وأنت واقف، ماشي. طيب طالما أنت عرفت إن صلاة الضحى ملهاش حد، لا حد لأكثرها، قال الرويان من الشافعية، وقال الكلام ده أساس العراق في شرح الترمذي، وده الوارد عن أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتنفلون في ضحى النوافل المطلقة، يعني لا حد لأكثرها. إحنا يا جماعة ما بنجتهدش ليه؟ ليه بنضيع مننا وقت؟ انت عمال تقعد تضيع وقت على التيك، تقعد تضيع وقت على برامج مواقع التواصل الاجتماعي، ده هيفيدنا في ايه يوم القيامه؟ تخيل ان انت كده صليت الضحى كده ساعه كامله، حتى وانت قاعد ماشي خدت نص الاجر، ساعتين خدت نص الاجر، يعني الضحى ماشي صليت 60 ركعه، 60 دقيقه، ساعه واحده في 60 ركعه ماشي، وانت بتصلي كل ركعه في دقيقه، تكون كامل الاركان طبعا، والصلاه فعلا فيها اطمئنان. طيب ليه ما بنجتهدش في كده يا جماعه؟ ليه؟ ايه اللي بيخلينا نضيع الوقت دهوت؟ لهذا الضحى خدنا فعلا وقتها، طبعا فضلها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل تسبيحة صدقة، وتهليلة صدقة، وتكبيرة صدقة، وتحميدة صدقة، عليه الصلاة والسلام، ويجزئ من ذلك ركعتي الضحى. يعني أنا جسمي ده كله عليه زكاة، عليه صدقة، فأنا عم أبدأ أصلي الضحى كده أخرجت الضحى. دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة: وأن تركع ركعتي الضحى عليه الصلاة والسلام. تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أبو هريرة بإيه؟ بعمل إيه؟ تخيل إن إحنا بقى بنضيع الوقت دوت. هذا استثمر حياتك، استثمر حياتك. والله العظيم يا جماعة، والله العظيم، أول ما الإنسان يرى ملك الموت يقول: يا ليتني، يا ليتني ثم ليتني لم أضيع دقيقة واحدة كنت صليت فيها ركعة في حياتي. لهذا انت عندك من وقت بعد ارتفاع الشمس لحد قبيل الظهر ب10 دقايق، ممكن وانت قاعد على الكرسي واتجه للقبلة وصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين. يا اخي صلي 100 ركعة، صلي 200 ركعة، صلي 300 ركعة. تخيل الامام احمد حنبل رحمه الله تعالى كان مجموع النوافل ومجموع الصلوات بكله في اليوم والليلة 300 ركعة. يعني تخيل 300 ركعة، قول اقل شيء 300 دقيقة، كان بيصلي 6 ساعات بس. ده نصيب الامام احمد رحمه الله تعالى من الصلاه. كذلك كان عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى صاحب كتاب عمدة الاحكام، برضه كان يصلي 300 ركعه. نستعين بالله عز وجل، ما نضيعش وقت، تبدا فعلا تبني فعلا جنتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس اقول لكم حاجه يا جماعه، الحديث محسن لكثره شواهده: من صلى الضحى 12 ركعه بنى الله له قصرا في الجنه. والسلام عليكم ورحمه الله.